يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم أقماع التورتيلا بحشوة دجاج مرة لذيذة، وصفة سهلة وسريعة ولذيذة في نفس الوقت. نشوف طريقتها مع بعض. في صاجة عندي حطيت كمية من البصل وبدأت أحمسها لغاية ما بدأ يتغير عندي لونها. أنزل عليها قطع من صدور الدجاج مقطعتها قطع مرة صغيرة. أنزل عليه الثوم المهروس وأخلط تشكيلة من البهار وأحمس، ملعقتين من دبس الرمان، معايا هنا فلفل رومي وجزر أحطها على المكونات بس تذبل عندي الخضار تكون الوصفة عندي جاهزة. الحشوة عندي صارت جاهزة، وعندي هنا خليط جبن شيدر وجبن موتزاريلا، وعندي هنا خبز التورتيلا أخذتها وقطعتها بالشكل هذا بالطريقة هذه، قطعتها إلى 4 قطع وبدأت أمسحها بجبنة كريمية علشان لصقها وألفها بالطريقة هذه. قمع التورتيلا عندي صار جاهز. الحين أبدأ أحشيها بالحشوة الدجاج اللي معانا، وخليكم كريمين فيها لأن تطلع أحلى وأطيب. بعد كذا أبدأ أجيب عندي هنا الجبن تشكيلة الأجبان وأبدأ أغطي أقماع التورتيلا بالجبن، وبعد كذا تصير عندي صارت جاهزة. أبدأ أرصها عندي في الصينية وأدخلها الفرن، أشغل عليها من فوق بس تذوب الجبنة وتتشوح كذا وتكون معانا جاهزة. أقماع التورتيلا المحشية صارت جاهزة. هني وعافية.